مساء الفل يا ست الكل. طبعا انا كان عندي عزومه والمواعين بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. لا ولسه في كمان مواعين بره زي حاجات زي كده كاسات. طبعا انا خليتها بره علشان خاطر انا هعمل درجه حراره عاليه عشان الدهون، بس الكاسات ما ينفعش احطها في درجه حراره عاليه. طيب ليه يا استاذ ميخا انت حاطط فيها ميه مع ان انت قلت في سنسور للحاجات والدهون؟ علشان خاطر انا هسيبها شويه بره، لان هشغل الغساله دوره وهستنى ساعه او ساعتين ترتاح واشغلها دوره تانية، فالمانجا والعصاير اللي في الكاسات هتلزق، وده انا مش عايزه. تمام؟ الحاجه لما تلزق انا مش هدعكها بايديا. والغساله غساله المواعين مش بتدعك هي كمان. فحطيت فيها شويه ميه، نفس الكاسات. تمام، شويه ميه عشان خاطر انا مش هحطها في غساله الاطباق على طول. نروح بقى ومواعين معايا بره. ليه بقى انا سايب مواعين بره وحاجات بره؟ عشان خاطر ما ترسش الغساله لعينيها، لا اسيب عادي بره واشغل دوره تاني. وادي الرف اللي فوق بسم الله ما شاء الله. كل ده طبعا انا حاطه بالدهون، لان انا غسالتي والغسالات الحديثه فيها سنسور لدرجه اتساخ المواعين وكميه الدهون. تمام، فهنشوف مع بعض يا ترى المواعين هتنضف بالرص اللي انا رصه، علشان خاطر الناس اللي بترص غلط وتطلع المواعين تقول لك غسالتي مش بتنضف، علشان انت يا ست الكل مش عارفه ترصي غسالتك صح. شوفي الرف اللي فوق العلوي، طبعا في رف رشاش فوق ثابت فوق، ما حد ناس كتير ما بتشوفوش. تمام، ورشاش هنا ورشاش تحت. يلا بسم الله نقول بسم الله. هنشغل البرنامج هنا ونشوف هتنضف ولا لا. بسم الله نقول بسم الله. انا هجيب على برنامج ال50، مش عايز الايكو، على برنامج ال50 ده درجة حرارته عالية بتشيل الدهون. تمام زي الفل. بس انا مش هدي اوكي على طول، معلش. ليه؟ لان انا حاطط قرص فلازم افعل زر القرص. انا عندي في تورنيدو لازم نفعل زر القرص لو انا غيرت المسحوق. هاخد من هنا التغيير، القرص واحد يبقى ادي اوكي. ادي علوي وسفلي. معلش انا عندي جماعه في البيت طالما انا استخدمت حاجه من هنا يبقى لازم ااكد على الرف العلوي والسفلي، مع ان هي بتشتغل اوتوماتيك علوي وسفلي، بس معلش احنا نريح الجميع. علوي سفلي، وبعدين انا عايز شطف اضافي ندي اوكي. وكده زود معايا الوقت، خلي بالكم بقى ساعه كامله عشان خاطر انا اخترت خصائص تانية اللي هو شطف اضافي. ونقول والقرص ونقول بسم الله. نستنى مع بعض الفيديو ونشوف هتنضف ولا لا. كده يا جماعه يبقى الغساله خلصت. بسم الله نشوف بقى مع بعض البخار وهو طالع. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ده البخار، معلش ضرب في الكاميرا. ده عشان كده بنقول لازم اول ما تخلص دوره الغسيل افتحوا الغساله، البخار يطلع تهوي غسالتك، ما يبقاش لا في صدى ولا في اي حاجه. ونبص مع بعض المواعين نضفت ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الاطباق. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه. المعالق زي الفل، الاطباق اللي هنا ما شاء الله زي الفل. طب اطلع لكم حاجه ايه عشان تشوفوها. بسم الله ما شاء الله زي الفل. طبق سخن جدا طبعا لان انا عامل درجه حراره عاليه. تمام، بسم الله ناخد الرف اللي فوق. بسم الله ما شاء الله. نشوف بقى ايه، نقلبه. بسم الله ما شاء الله ده عسل قوي. نشوف ده ما شاء الله الحاجه بسم الله ما شاء الله زي الفل. شايفوا الرصه يا جماعه؟ الحاجات تكون مايله زي كده او مقلوبه، ولكن لما تبقى مقلوبه لازم شوفوا انا هشوف ايه تحته، مخرج تحته مكان يوصل منه الميه. ما ينفعش احط طبق كده واقوم حاطط ده فوق كده، مش هيوصل له ميه، مش هينضف. تمام. وفي هنا الحاجات بقى المجات ده او حاجات الشوربه والحاجات العسليات على البلاستيكات. طبعا انا رفعت ده عشان خاطر ياخد مساحه معايا هنا. نشوف بقى الفلتر، عشان الناس اللي بتقول لك ايه هو انا هنضف الفلتر كل غسله. اه يا ست الكل، كل غسله تنضف الفلتر. بسم الله. وهتشوفي دلوقتي ايه اللي موجود في الفلتر. انا بس عايز ابعد عن الاطباق. بصي انا بعيد اهو. شوف الدهون ده لو سبتيه طبعا الميه اللي تحت الفلتر دي هتتعكر، لونها هيغير، زائد ان ريحه الزفاره هتطلع على الاطباق، زائد ان الفلتر نفسه مع السحب الميه وطردها وصرفها هيعمل مشاكل، غسالتك هيبقى فيها مشاكل. طبعا الفلتر انا شلت الفلتر هنا وزي ما وريتكم، بس في حاجه شبكه الفلتر هي كمان لازم تتنضف. شوفوا شبكه الفلتر عليها ايه،
ضروري لانها بتنقر وتصد ويبقى فيها نقر كده زي الصدى الناس بتشتكي منها. طبعا بعد ما تشيليها وتتاكدي طالما في مواعين كتيره تتاكدي ان مكان الفلتر على الحروف دي في بقايا اهي، بقايا اكل اهي، لازم تتنضف كده، ما تنسوش دي مهمه جدا. هننضفوه بقى يا ست الكل زي كده، كلينكس او قطعه قماش، وتنضفي حرف الفلتر بالشكل ده. لما يكون طبعا في مواعين كتير شوفوا ده ما ينفعش يتساب، لازم يتنضف كويس جدا. وكمان لو في هنا ممكن يبقى هنا يتنضف كويس. مش شرط ان انت غسلتي دورة غسيل ان تحت الفلتر الحروف دي تبقى نظيفة، لا، من لما تبقى المواعين كتيرة عادي جدا تكون بعض البواقي موجودة. ونركب بقى الفلتر بعد ما غسلته بقى بالشكل ده نظيف ما شاء الله كده، تفضلي محافظة على حاجتك، لا تنقر ولا تصدي، وتفضل غسالتك نظيفة وشغالة بأعلى كفاءة. وده الفلتر بعد ما تنضف. لا لسه في حاجة معلش انضفها كده، نضفته زي الفل وبيلمع. شوفوا النظافة حلوة والله، ولا ريحة تطلع ولا أي حاجة. نركبه بسم الله، نلف، أيوه السهم جه مع السهم. وكده يا ست الكل تقدري تحافظي على غسالتك تبقى أعلى كفاءة. شكرا. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير قناتي على اليوتيوب عصائر ميخا. شكرا.